صباح الخير لكم جميعا أيها الأخوة، وليحفظكم الله أينما كنتم. وأنا صراحة وأعوذ بالله من كلمة أنا أخاطب فيكم العقلاء، ولم أخاطب الجهلاء، ولم أخاطب السفهاء. هل هذا المنظر الذي ترونه الآن هو فعلا إرثا من آبائنا وأجدادنا وأسلافنا من قبلنا، أم يرمز للهياط والإخبال والإهبال وكفر النعم؟ وحتى يقال عن فلان ابن فلان جاب له صحن ما قد سبق على الصحن، لا ابن مهيد ولا الجربة جاب له صحن إذا صرت معوله ما تشوف تالية. وهذا صراحة أنا أسميه صحن القطار. في الأمس القريب خلصنا من القدور اللي محطوطة على رؤوس البل، واليوم جانا صحن القطار، وغدا الله أعلم من يجينا. يمكن تجينا فيله محشت لها بجواميس، أو زرافة محشت لها ما يندرى، الله أعلم، علم الغيب عند الله. لكن أنا أسأل صاحب الصحن هذا الحين القعدان اللي في النص كيف يأكلونها الناس؟ ولا أنت ما همك هذا، همك بس النشر والإهياط والشيلات والنشر؟ ها؟ القعدان اللي في النص كيف يأكلون منها الناس؟ آخر شيء تقطونها في الزبالة، صح؟ أنت عندك خبر يا صاحب الصحن، أول ما يضحكون بعقلك هذول اللي متنفذين ومتحزمين ويشيلون الصحن، هذول هم أول من يضحكون في عقلك. خوف الله يا رجل، خوف الله، وتب إلى الله مما فعلت. فيه صحون وفيه طرق أخرى للزواجات وللمناسبات يسوونها ناس والله العظيم عندهم فلوس، يمكن لو يرجدونها على الأرض توصل للسماء السابعة. ما هم مثلك ماخذ لك قرض وبايع لك مدري ذا وسويت اللي انت سويت. ما الله ما امر بهذا يا اخي. انا ترى كلامي مو لصاحب الصحن، كلامي والله شامل للكل. نعم احنا اهل كرم، اهل طيب، اهل رحمه، يعيش بذران المسكين، مزبنة الدخيل، كل القبائل فيها الخير والبركه. بس المسابقه في الهياط بالشكل هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا احفظها من الزوال، اللهم ربنا احفظها من الزوال. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. والمشتكى إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.